التابلو تقفيله ممتاز، كله جاي من الجلد زي ما احنا شايفين، كله جلد ومن اللي هو سوفت تاتش الطري الجميل ده. الشاشه الترفيهيه هنا بتيجي 8 بوصه وبتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. لو نزلنا تحت هنا الجزء ده بيبقى فيه شاحن وايرلس بس في الفئه الثانيه، مش في الفئه دي. الفئه دي ما فيهوش شاحن وايرلس، لكن الفئه الثانيه فيها. شاشه العدادات زي ما احنا شايفين كده اهو، بتيجي 4.2 بوصه في الفئه الاولى اللي معانا، اما في الفئه الثانيه بتيجي 12.3 بوصه وبيكون شاشه العدادات ديجيتال. التكييف زي ما احنا شايفين كده برضو هنا محاط باللون الفريم حواليه لون فضي شكله برضو كويس. وهنا في الجزء اللي فوق ده جاي من اللي هو البيانو بلاك، وكمان هنا اهو الطاره في العربيه هنا جايه من الجلد ومالتي فانكشن وفيها مثبت سرعه، ودي في الفئتين. فيها برضو كده حليات ظريفه كده من اللون الفضي هنا اهو كده برضو اهو، وحتى اللي هو الزراير بتاع التحكم كده جايه بشكل حلو، عامله زي اللي في العربيه المرسيدس. برضو من الحاجات الظريفه في العربيه ان الطاره تقدر تحركها في كذا اتجاه تلسكوبيك. لو جينا بقى هنا على الكونسول، شكله بصراحه شكله جميل. هنا بقى دي اللي قلنا عليها شاحن وايرلس في الفئه الثانيه، هنا دي مساحه تخزين. ناقل الحركه برضو محاط بلون فضي جميل قوي كده شكله حلو. وهنا طبعا في 2 كاب هولدرز اهم، ومساحه التخزين اللي هنا اللي او علبه التخزين صغيره شويه بس ظريفه يعني تؤدي الغرض. وهنا طبعا في الكونسول في مخرج 12 فولت وفتحه USB.